مين فينا اول ما راح الجيم ما فكرش ان هو يطلع على العقله او يلعب على المتوازي؟ ومين فينا برضو اول ما طلع على العقله لقى نفسه مش قادر يطلع ولو عدى واحده؟ ومين فينا لما فكر ينزل على المتوازي لقى نفسه نزل ما طلعش؟ يعني اللي هو انا جيت اطلع مش عارف. تعال اقول لك في الفيديو دوت ازاي تقدر تلعب على العقله وتخلي دراعاتك تشيل وزن جسمك، وانك تلعب على العقله وتجيب العدات اللي انت عايزها بالتكرار. خلينا نقول في الفيديو ده انك عشان تقدر تلعب على العقله وانت راجل بيجنرز او راجل مبتدئ، فانت العضلات الاساسيه لرفع جسمك على العقله او البولابس هي عضلات البايسبس وعضلات الباك اللي هي اللاتسمس دورز، اللي هي عضلات اللي بيسموها في الجيم الماجنس، دي اللي بتعمل عمليه السحب. بس الاساسي او المجهود المبذول اكتر بيكون على عضله البايسبس والفور ارم او عضلات الريست. طيب بما انك راجل مبتدئ واول مره بتدخل الجيم، فانت واحد الطبيعي جدا ان جسمك مش هيكون قادر انه يحمل وزن جسمك او يشيل وزن جسمك. طب ده ليه؟ ما تقنعنيش ان انت واحد بتروح وتيجي وبتقعد على مكتب او شغلك حد سيدنتري او شغلك ما فيهوش مجهود بدني، ودلوقتي فكرت تروح الجيم وتمارس تمارين مقاومه عايز تشيل وزن جسمك وتطلع بيه. يعني اظن صعبه، لا حتى في البوش ابس اللي هو تمارين الضغط ولا في البول ابس. فانت الموضوع عشان تقدر تحمل على عضلات دراعك انك تشيل وزن جسمك، اللي هو بقى لو انت واحد 70 80 90 كيلو، انت شبه ان انت بتخبط وشك في الحيط، مش نافعه. فتعال اقول لك في 3 مراحل تقدر من خلالهم انك تطلع على العقله وتلعب وتبقى زيك زي اي حد في الجيم، مش حاسس ان انا مش قادر العب ده او حاسس ان انا ضعيف في الجزئيه دي. اول حاجه لازم هتعملها وانت راجل داخل الجيم، فانت داخل بتمارس تمارين مقاومه، ركز على تمارين البايسبس وتمارين الظهر. طب ده ليه؟ ده اساسا لان احنا زي ما قلنا العضلات الاساسيه لرفع جسمك في البول ابس هو عضلات البايسبس اللي هي عضلات الباي، والفور ارم اللي هي عضلات الريست، وعضلات الباك. طيب انا اوريدي بروح الجيم وبتمرن كده تماريني عادي جدا اللي داخل فيهم عضلات الدراع وعضلات الظهر. خلينا نقول بقى ان احنا هنا هنبدا نحط لنفسنا جول او تارجت خلال 3 أو 4 اسابيع اقدر ان انا اقول ان انا بلعب على العقله وهجيب 5 تكرارات لوحدي. فخلينا نقول اول حاجه هنعملها وان احنا هنعمل تقويه الجريب او القبضه بتاعتك اللي هي الجريب سترينث، ان احنا هنقوي قبضه ايديك. طب ليه؟ لان هي دي بمنتهى البساطه اللي ماسكه في الجهاز. طب ما احنا اتفقنا ان احنا عايزين نقوي. اول حاجه هنبدا نركز عليها في الجيم ان احنا قلنا هنضغط، يعني هنركز في تمارين البايسبس وتمارين الظهر، ده هيدينا القوه اللازمه لرفع جسمنا. طيب نيجي بعد كده لقبضه الايد، وهي ان احنا نعمل حاجه جريب سترينث، ان انت تطلع على الجهاز تمسك في العقله وتسيب جسمك لتحت، بنسميها الديد هانج، اللي هو عامل زي واحد ميت، انت بتعلق جسمك كده وبتسيب نفسك متعلق. قد ايه؟ من 15 ل 30 ثانيه على قد ما تجيب. يعني شوف انت قدرتك وقدره قبضتك هتقدر تستحمل قد ايه ان انت تشيل وزن جسمك وتبقى متعلق كده. طب انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتزود بنسميها زي ما قلنا الجريب سترينث، انك بتزود قوه قبضتك في انك تحكم الجهاز عشان يقدر يكون يعني متحمل او تتحمل وزن جسمك. دي هتتعمل من 3 ل 4 مجموعات في نص واخر التمرين مش اول التمرين. يبقى في المرحله الاولى هنعتبر ان انت زي ما قلنا ان انت راجل بيجنر. اول اسبوع انت هتمارس، لو هنروح 3 ايام يبقى خلال ال3 ايام دول او ال4 ايام في الاسبوع انت بتروح تمرن جسمك عادي جدا زي ما انت بتتمرن، وهتعلق نفسك في العقله وتقوم عمليه تقويه لقبضه ايديك. الاسبوع الثاني هنبدا نعمل حاجه اسمها العده السلبيه. ايه هي العده السلبيه دي؟ انك هتشوف حد من صحابك يقف معاك يرفعك الرفعه الاولى، واثناء نزولك، واللي هي دي العده السلبيه، انك هتنزل بالراحه. طب هو انا هنا بعمل ايه؟ يعني ايه فكره ان انا واحد ان انا هيزقني لفوق طلعت ان انا انزل بالراحه؟ خلينا نتكلم ان احنا لما كنا بنتعلق بس قلنا كنا بنعمل حاجه اسمها جريب سترينث. الجريب سترينث انك بتقوي قبضه ايدك
بالاضافه لحاجه تانية بنسميها الستاتيك سترينث او الايزومتريك اللي هو الانقباض الثابت. هو انت لما بتكون ماسك كده، انت دلوقتي بتعمل عمليه تقويه لقبضه ايدك، وما تنساش ان في بريشر او شد عضلي موجود في عضلات الارم بتاعتك او عضلات الدراع. يبقى احنا هنا ضربنا عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. الاولى ان انا قدرت اقوي قبضه ايديا، الثانيه ان بزود قوتي وتحمل دراعي على انه يشيل وزن جسمي. طيب نيجي للمرحله الثانيه وقلنا عليها هي العده السلبيه، ان حد يجيبك يزقك لفوق في الطلعه، يساعدك في الطلعه، وتنزل انت العده السلبيه تكون بالراحه، اللي هي ما يطلق عليها بالايسنتريك. طيب انا هنا بضرب بعمل ايه الغرض من ان انا بنزل نزول بطيء؟ عشان دراعك يقدر يشيل وزن جسمك، دي قوه. يعني لو هنقول ان انت وزنك 70 كيلو، فدفع الاخ اللي دفعك ده هنقول مثلا شال نص وزنك او ربع وزنك انك يطلعك. عشان تنزل بعده سلبيه او تنزل بعده بطيئه، فانت هنا بتضرب قوتك في 2. خلينا نقولها زي ما قلناها اول مره، انك ضربت عصفورين بحجر. العصفور الاولاني انك عشان تقدر تحكم نفسك في النزول وانك تنزل بالراحه، انك لازم يبقى زودت قوه دراعك انك تستحمل ان جسمك ما ينزلش مره واحده. يبقى لازم كانت قوه دراعك تساوي حجم جسمك في اثناء عمليه النزول. الحاجه الثانيه وانك كده بتضرب قوتك في 2 في انك بتتحدى الجاذبيه. فكره ان انت اما بتسيب نفسك او انت اثناء ما بتنزل تطلع في العقله او بتنزل، في قوه سحب، في جاذبيه، في جرافيتي بتسحبك، فانك عشان تنزل بالراحه يبقى انت ضربت قوتك في 2. القوه الاولى في انك تقدر تشيل وزن جسمك، والقوه الثانيه في انك اتحديت الجاذبيه في اثناء عمليه النزول. طبعا عشان تعمل ده وتداومه برضه هنقول دوت في الاسبوع الثاني، فانت هتمارس دوت خلال مثلا 3 أو 4 ايام في الاسبوع. في اليوم هيبقى برضه في نص التمرينه، ما تنساش بقول في نص التمرينه واخر التمرينه، عشان تاني لو انت راجل بيجنر ورحت وانت لسه بتسخن طلعت عملت الحاجات دي بنسبه كبيره انت هتتصاب، فما تلومش ساعتها لنفسك. المرحله الثالثه وهي المرحله اللي هتبدا تطبق فيها طلوعك ونزولك في العقله عادي جدا، بس ما تستهدفش عدات كتير. يعني ساعتها لو انت راجل مثلا بتجيب عده واحده مفيش مشكله، النهارده جبت عده اول مجموعه، تاني مجموعه جبت عده، تالت مجموعه ما بقتش قادر اجيب العده نتيجه المجهود اللي اتحط، رابع مجموعه يعني حاولت اطلع ونزلت خلاص، يبقى دي اول 3 مجاميع او اول 4 مجاميع في نص التمرينه. ممكن احاول في اخر التمرينه لو في مجهود. مفيش مجهود يبقى ده اول يوم. تاني يوم ده اللي ممكن اليوم اللي يليه او اليوم اللي بعده هتلاقي نفسك بدل ما كنت بتجيب عده انت بتجيب 2. انا عايز نخرج خلال الشهر الاولاني ان انت راجل بعد ما كنتش بتقدر تطلع العقله انت بقيت تجيب 5 عدات. لو وصلنا للمرحله دي انت خلاص انت اوريدي مش محتاج تشغل نفسك بحاجه، لان اللي هيجيب 5 عدات، اللي هيجيب 4 عدات هيجيب 6 وهيجيب 7 وهيجيب 8 وهيجيب 10، وده بمرور الوقت، وده بالادابتيشن او التاقلم اللي بيحصل لعضلاتك والنيرفس سيستم وجهازك العصبي. اتمنى ان يكون الفيديو هو طول مني بس سامحوني، واللي عايز يسال في حاجه هستنى اسئلتكم في الكومنت. باي باي.